الحصة الماضية اللي تكلمنا عليه تكلمنا على التقييم، الوظائف التقييم، وشفنا الجوانب الإيجابية في التقويم. قلنا أن التقويم هو حافز من حوافز التعلم، وقلنا كذلك التقويم هو اليوم اللي احنا نتكلموا عليه أنه يساعد في تطور المتعلم. كيف ذلك؟ نتكلموا المصطلح كما هو ونحاولوا نشرحوه. احنا نتكلموا نسموها التغذية الراجعة، بمعنى أن التقويم الذي نريده أولا من المؤسسة التربوية ومن الأسرة ألا يتوقف عند النقطة، لأن نحن كأسر كثيرا ما ننظر إلى التقويم هو فقط كعلامة فقط وانتهى الأمر، بمعنى بعدها أنه القرار هو النجاح أو الرسوب أو الإعادة. في الحقيقة التقويم هو أبعد من هذا بكثير. التقويم هو كيف يفيد، كيف يمكن أن نجعل هذا التقويم هو محطة للاستمرارية، محطة للنجاح، محطة للتطور. يعني كيف الدفع من جديد. الدفع من جديد. يعني بمعنى أن إذا كان التلميذ عندنا كانت النتائج تاعو جيدة، أننا نقف على نقاط القوة التي ارتكز عليها حتى يزيد ويستمر في المرتبة التي هو فيها. وإذا كان التلميذ يتعثر نوقف على هذه النقاط اللي فيها اختلالات، كيف يطور هذه الوضعية ويحسن العمل تاعو. هذا احنا نسموه في التربية نسميه التغذية الراجعة، اللي دور الأستاذ له دور كبير في التغذية الراجعة. وكاين في الحقيقة أن نشير إلى اسم، لأن اللي عمل ضجة كبيرة في الدراسات نتاعو اللي تكلم سماه، خرج كتاب سماه التعلم المرئي، وهذا هو جون هاتي. معناتها عمل دراسة يعني للدراسة ل 800 دراسة، بمعنى أنه أعطانا نتائج ممتازة. تكلم على 4 محطات في التغذية الراجعة. تكلم على المحطة الأولى، أهم محطة يعني اللي لازم ينتبه إليها المعلم، هو التغذية الراجعة بالنسبة لي المهمة، بمعنى أن المتعلم له مهام. ما هي المهمة اللي عنده المتعلم؟ أولا لازم نعرف أن المتعلم لازم يعرف وين راه، أين هو وإلى أين يتجه، ما هي أهدافه وما هي وكيف يصل إلى أهدافه. هذو 3 محطات لازم يعرفها المتعلم. إذا قلنا تغذية راجعة بالنسبة لي المهمة. كيف ذلك؟ بمعنى أن الأستاذ أو الأسرة كذلك لازم تنتبه إلى نتائج المتعلمين، وتحاول أن تجيب إجابة، هل إجابتك صحيحة أم إجابتك خاطئة؟ لماذا كانت خاطئة ولماذا كانت صحيحة؟ هذه على مستوى المهمة يعني بالشكل العام. وكاين كذلك تغذية راجعة بالنسبة للعمليات، بالنسبة للإجراءات، بمعنى أن المتعلم لازم يعرف أين هو الخلل من حيث السيرورة، من حيث الاستراتيجية التي اختارها. هل هذه الاستراتيجية مناسبة؟ هل هذه الاستراتيجية هي اللي كانت ربما طويلة، والطريق اللي خذيته أنا خلاني ما يكفينيش الوقت، وخلاني ما نكملش الامتحان تاعي، وخلاني نتعثر وما نديش نتيجة مليحة. بمعنى أن المتعلم هنايا لابد له من مرشد. من هو المرشد هذا؟ بالدرجة الأولى هو المعلم وهو الأستاذ الذي يرشد ويأخذ بيد هذا التلميذ حتى أنه يتجاوز تلك الصعوبات اللي ربما خلاته يتحصل على درجات أو خلاته يتحصل على نتائج منخفضة، اللي ربما لا تؤهله للنجاح أو تخليه أنه يعيد سنة دراسية أو دورة ما. إذن هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة ويظهر لي مهمة جدا، هي تغذية الراجعة حول التنظيم الذاتي. ما معنى التنظيم الذاتي؟ وهذه أهم حاجة احنا نسموها مصطلح نعطوله نسموه ما وراء معرفي أو ميتاكوغنيشن أو ميتاكونيسيون. هذا المصطلح مهم. لماذا؟ لأن المتعلم لما مثلا يستلم ورقة اختبار أو أثناء النشاط في الحصة، لابد أن هو يكون عنده القدرة على النظر في تعلماته، كيف حصلت المعرفة، كيف توصل إلى النتيجة، أو كيف تعثر، لماذا لم يصل هنا. هذا كيف نسموه. إذن هذا هو اللي نخلوه لا ننظر إلى النتيجة فقط، وهذا دور الأستاذ أنه يرفع من مستوى المتعلم، أنه يبحث على السيرورة، كيف وصل هذا المتعلم إلى هذه النتيجة سواء بالإيجاب
أو نتيجة سلبية. وكاين كذلك حسب هذا العالم اللي يتكلم على التغذية الراجعة، واللي هو يعني في الحقيقة أعطى أهمية لها كبيرة، ويقول أن التغذية الراجعة أهم من التقويم. لاحظ إذا كنا حنايا التغذية الراجعة أهم من التقويم. لماذا؟ لأنه يقول إذا عجز المعلم على أنه يعالج التغذية الراجعة ويحولها إلى رسائل واضحة للطلبة، بمعنى التقويم يولي لا معنى له، سواء حتى مهما كان يعني التقويم كان يعني فيه جودة، مهما كانت أداة التقويم اللي هي مثلا الاختبارات، يعني نتكلم ربما ما كاش غير أداة واحدة لكن حتى يعرفوها، من بينها الاختبارات. إذا مهما كانت، إذا ما عرفش الأستاذ كيف يحول هذه التغذية الراجعة إلى رسائل مفهومة عند المتعلم اللي يطور بها التعلمات نتاعو، يعني التقييم يولي تقريبا ما عندوش معنى. والنقطة الأخيرة اللي احنا نستعملوها كثيرا هي تغذية راجعة للذات، للمتعلم، للتلميذ، بمعنى أنه حنايا نستعمل كثير من هذه التغذية الراجعة، لكن حسب هذا العالم أنها ما تعطيش فائدة كثيرة. بمعنى أنه نقول للمتعلم مثلا جيد، ممتاز، عملك رائع، يقول باللي هذا على مستوى الذات ما يعطيش تطور للمتعلم. من المفروض الأصل عوض نقول هذا الكلام، ما الذي نقوله؟ من المفروض نقول عملك رائع في اختيار استراتيجية جيدة واستراتيجية مناسبة، عملك رائع في أنك انتهجت مثل هكذا عمليات، عملك رائع لأنك قمت بتدعيم مثلا النتيجة برسومات بيانية، برسم توضيحي، لأن الكلام العام لا يفيد المتعلم. المتعلم الذي يفيده هو الوقوف على نقاط قوته ونقاط ضعفه في نفس الوقت. لأن التغذية الراجعة يعني بصفة عامة حتى نلخص الموضوع هي ماذا؟ هي تقريب الهوة بين وجود الطالب حيث هو أو المتعلم، وبين ما نريده نحن إلى أن يصل، بمعنى أن ما يكتسبه من معرفة التي هي عنده، وإلى أين نريد أن نتجه به. هذا بصفة عامة. يعني أنا فقط حبيت نشير إلى نقطة، أننا لا نركز فقط على النتيجة، لا نركز فقط على النقطة، هناك أهم كيف نستغل، كيف نحول من النتيجة إلى فرص للتعلم. إلى فرصة للتعلم من جديد. شكرا للمفتش التربية السيد ناصر بحوي على هذا الإطراء في ركن بيداغوجي. أنا شخصيا أستفيد منك وأنا ليس مجالي التعليم.